السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى حبيت أعمل أكلة خفيفة وسريعة، ما تاخدش وقت ولا مجهود كبير. دخلت المطبخ طبعا زي كل مرة وزي العادة. غسلنا شوية المواعين، كان الفطار مثلا أو مكان أي مواعين موجودة في المطبخ لازم تشتغلي والمطبخ نظيف. بعد كده بدأت أجهز الحاجات اللي هعملها. عندي نص كيلو لحمة مفرومة، وجبت بالظبط كده حوالي كيلو من البصل. قشرت البصل. هتقولوا كتير، لا مش كتير ولا حاجة. اعملي البصل، حطي كمية البصل دي على اللحمة المفرومة، وما تحطيش توابل كتير. شوفي انا هعمل ايه واسمعي كلامي وجربي، ومش هتخسري حاجة. جربي كده. هتقطعي البصل وتفرميه كويس، وانتي بتقطعي البصل هتحطي حتة ليا. انا بجيب الليا دي، بجيب ربع كيلو، بيكفيني كتير برضو خالص. يعني حطيت حتة قد كف المعلقة. هتحطيها مع البصل، تقطعيها كده وتحطيها تتفرم مع البصل. يا اما لو هتبشري البصل ابشري حتة اللي هي مع البصل عادي. فرمنا البصل في الكبة معاه حتة اللي هي زي ما اتفقنا. شايفين كمية البصل؟ كيلو من البصل. ما تتردديش واعمليها. وطبعا اي حاجة بنوسخها نغسلها على طول عشان يفضل المطبخ نظيف ورايق. اما تخلصي الاكل ما تبقيش محتاسة والدنيا بايظة حواليك. هنجيب بقى الحاجة اللي هنعمل فيها اللحمة المفرومة. انا جبت دي، هنحط فيها اللحمة، وهنحط فيها البصل. شايفين بقت الكمية قد ايه؟ حطي بقى التوابل. او البهارات ما تحطيش غير اللي هقولك عليه. حطي ملح وفلفل اسود، وتوصي بقى بالفلفل الاسود، وحطي قرفة وزنجبيل، وما تحطيش بهارات تاني او ما تحطيش توابل تاني. خلاص كده. هنحطها على النار، ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. هتحطيها كده على النار وتسيبيها. هتنزل مية، البصل واللحمة هينزلوا المية بتاعتهم، ويرجعوا يشربوها واحدة واحدة كده، فتبقى ايه كده استوت. تاخد وقتها وتبقى استوت. الأكلة دي مش محتاجة معاها أكتر من بطاطس محمرة وشوية سلطة. وهي بتستوي أنا ضفت لها شوية الشطة اللي انتوا شفتوهم دول. ده العيش طبعا اللي هنستعمله. آه، كان طالع من الفريزر فبدأت أفرده علشان يطرى. وخلاص خلصنا كده. هنبدأ بقى ايه أوريكم هنعمل ايه. اللحمة بعد ما استوت اهي، هناخد العيش. معلش للأسف الحتة ديت مش واضحة. العيش هتبل الرغيف، هتاخد الرغيف تبليه بمية من الحنفية كده، وهتمسكي الرغيف تفرديه. تخلي وش الرغيف هو اللي انت هتحط عليه اللحمة، وتخلي الظهر اللي هو الأبيض ده هو اللي تحت. هتحطي اللحمة معلقة من الكبيرة دي أو معلقتين من بتاعة الأكل في الرغيف. هتحطيهم بالطريقة اللي انت شفتيها دي، وتطبقيه زي ما انت شفتي كده بالظبط. تتني الرغيف نصين، وتبداي تجيبي النص ده، الطرف ده من هنا والطرف ده من هنا. وهنجيب مثلا الجريل زي ما انتم شايفين كده، او لو ما فيش جريل هتجيبي اي صينية عندك تعملي فيها. هتحطي وانت بتحطي هتحطي شوية زيت. مش هنكتر زيت، هتحطي كمية زيت مش كبيرة يعني. هتجيبي العيش اللي انت عملتيه سندوتشات ده، هتحطيه على الناحية اللي انت مقفلاها. ساعة ما تاخد لون هتقلبيها على الناحية التانية. الموضوع سريع جدا ومبياخدش اي وقت. عملنا والله، عملت كمية سندوتشات محترمة يعني. اتغدينا وكانت بسم الله ما شاء الله. وما خدناش وقت خالص. هو الموضوع زي ما انتم شايفين كده. تعملي السندوتشات وتحطيها تتحمر وخلاص كده خلص الموضوع. الزيت اللي انت بتعملي فيه ده لو خلص هتزوديه كمية زيت صغيرة برضه. احنا مش عايزين نزود زيت عشان ما نسيبش زيت مكان السندوتشات دي في الطاسة. يا دوب كده تحطي، او في الحاجة اللي بتعملي فيها بتحمري فيها، يا دوب تحطي اللي انت محتاجاه بس. شايفين البتاعة فاضية ما فيش فيها زيت ازاي؟ بنزود معلقة بمعلقة، او معلقتين كده بمعلقتين. وشايفين كمية السندوتشات اللي انا عملتها؟ بسم الله ما شاء الله. دول بقى خلاص الزيت بدأ يخلص اهو، وانا مش عايزة احط تاني علشان كده خلصت. شايفين كمية اللحمة اللي باقية؟ نص اللحمة اللي لسه باقي. والبطاطس اتحمرت. هنبدأ بقى نقطع شوية سلطة.
وكل اللي محتاجه الاكل هما كده زي ما انتوا شايفين، البطاطس المحمرة وشوية السلطة وطبق المخلل. مش هتحتاجي ده كله، كمان كفاية السندوتشات بتبقى طعمها رهيب، احلى من الحواوشي مليون مرة. جربوها وشوفوا طريقتي وشوفوا الوصفة بتاعتي، ومستنية رأيكم في التعليقات. وادي الاكل بتاعنا اهو، وبالهنا والشفا، واشوفكم الفيديو الجاي.